اي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب العيدين. تمام، خلصنا الدرس السابق من بحث الجمعة، اليوم نقرأ عن باب العيدين. نعم. صلاة العيدين واجبة في الأصح في قول الإمام أبي حنيفة. عند الإمام الشافعي والإمام مالك صلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن عند أبو حنيفة صلاة واجبة. نعم. فاللحية، نعم، اللحية، تربية اللحية عند الإمام الشافعي سنة مؤكدة، عند الإمام أبو حنيفة واجبة. نعم. لذلك الإنسان ما بصير يحلق لحيته، والحلاقين يعني نعم بيشتغلوا، يعني ما رح يرضى الحلاق انه يحلق الشعر بدون ما ايش يشيل لحيته للرجل. والانسان لما بيحلق لحيته يعني مخالفه شرعيه. نعم. واللحى يعني ممكن تكون لحيه هيك بالشكل هذا، لحيه خفيفه ممكن تكون. نعم. الدكتور البوطي رحمه الله تعالى كان لحيته خفيفه. طب هلا انا لحيتي اطول، يعني هلا انا اعلم كنت من الدكتور البوطي؟ لا. نعم. وإنما إيش اللحى يعني إذا سويت رمز أما كان في دكتور نعم عنا بالشام دروسه حلوة، والصبح بالمكاري يسمعوا له دروسه وكذا، ما له لحية بنوب. فنعم مرة سألته بجلسة هيك خاصة، قال له دكتور الله يكرمه، يعني نحن ما نأدك بالعلم، طيب يعني ما في بنوب، يعني لا شعار ولا شيء بنوب. قال لي شيخ أنا فوت أماكن إذا قال لي لحية مثل حكايتك ما بيستفيدوا مني شيء. فقال لي ايش يعني انه يعني هلا مثلا هي اللحيه يعني في بعض الناس تنأز منها بتخوف. نعم. يعني مره اشتغلت على سياره عمومي 10 ايام، قلت لك بدي اشوف الشوفيريت العمومي ليش يعني سمعتهم سيئه، شو بيصير معهم؟ لقيت السيء سيء شو ما اشتغل، والادمي ادمي شو ما اشتغل، ومو هي المصلحه اللي بتساوي الزلمه سيء او ادمي، هو نفسه الدافع اللي عنده. يعني طلع معي مثلا بالسيارة أشكال ألوان، أما كنت يعني عادي ما في عندي مشكلة. أما في مرة حرمة أشرت لي عند مساكن برزي، وقفت لها ما استرجت تطلع معي، اجت لتطلع رجعتها. نعم. خافت شو اللحية كذا. نعم. وطبعا ماني لابس لفة، يعني لابس طاقية بيضاء، مو معقول يكون لابس عمامة. نعم. وطالع على تاكسي عمومي. نعم. فهلا يعني في شوفيرية تكاسي أوادم، في ناس مو أوادم، في مشايخ أوادم، في مشايخ مو أوادم. يعني وقفت حكوا لي عن شيخ ما بعرف بأي بلد سموا لي إياها، يعني البلاد اللي صوب باكستان وأفغانستان وذيك البلاد وكذا. نعم. فهو له أتباع بشكل كبير، يعني مئات الألوف. وإذ نعم لقوه نعم حاطط صور له يعني عاري ونساء وكذا. نعم. وحاكوا قال له انه يعني انه ما عندي مشكله. انا شو اللي ما عندك مشكله؟ عندك حملي تسلك ان شاء الله، اي مشكله عندك وما عندك، تعاليم الله سبحانه وتعالى وين راحه؟ ف يعني مو شرط انسان انه يكون والله ملتحي او مثلا يعني معمم او طاقيه بيضاء لحتى نسلمه اموالنا ونسلم له كل شيء. لا، انا ما بيهمني لا لحيه ولا عمامه ولا زي اسلامي، بيهمني معامله تبعه شلون، يعني ترى عنده أمانة ما عنده أمانة. كثير ناس تشتكي من اللي بيصلوا أول صف ورا الإمام بيقول لك إنه ما عنده إيش أمانة، بيقول لك الشيخ فلاني نعم يعني دينته ديني ما عجبه، شغلت مصارية عنده قال لي يكبر عليهم 4 تكبيرات صلاة الجنازة، ما عاد في لا لك مصاري عندي ولا لك شيء. فما هو المقياس إلا المعاملة، والدين المعاملة مو حديث شريف، دين المعاملة عبارة عن نعم قاعدة من قواعد الفقه. لأنه عبادتك إلك، بتصلي أنت إلك، بتقوم الليل إلك، أما المعاملة مع الناس هي إلنا. فالدين المعاملة قاعدة فقهية. نعم. فيوم الإنسان بتكون معاملته حلوة بالدرهم والدينار نعم بجيرانه بأهله بأقاربه. نعم. هذا من تعاليم الدين، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فتجب صلاة العيدين على من تجب عليه إشراف سيدنا، على من تجب عليه الجمعة بشرائطها. فاللي مطالب بصلاة الجمعة مطالب بصلاة العيد. صلاة الجمعة فرض، صلاة العيد أقل من الفرض، واجبة. طيب منين إجا الفرض ومنين إجا الواجب، منين إجت السنة؟ طيب مو كله شريعة، ليش شيء أقل من شيء؟ هلا الفرض إجا نعم دليل قوي
ومفسر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في القرآن الكريم ومفسرة. اي نعم. الواجب بيجي أقل منها. اي نعم. يعني أقل درجة. السنة أقل درجتين. اي نعم. فهلا اي نعم حتى في القرآن الكريم كلام مؤول غير مفسر. هلا القرء عند الإمام أبو حنيفة الحيض، عند الإمام الشافعي الطهر، مع أنه كلمة وردت في كتاب الله اي نعم 3 قروء بالنسبة لعدة المرأة. عند أبو حنيفة 3 حيض لحتى تطهر من العدة، تخلص من العدة. عند الإمام الشافعي 3 أطهار، وكل واحد له أدلته. يعني مو والله هيك صفن هيك قال والله أنا ببالي إنه هيك طهر، شو رأيكم يا جماعة؟ قالوا والله معك شيخ نحن. مو هذا مو حكي. اي نعم لهم أدلتهم، لهم اي نعم استدلالهم القوي من الكتاب، من السنة، من عمل الصحابة بشرائطها. شو شرائط الجمعة؟ الذكورة. لا، المرأة مو مطالبة بصلاة الجمعة، بس لو اجت صلت الجمعة صحت الجمعة وتصلي وراء الإمام ركعتين ما في أي مشكلة عندها. اي نعم. والحرية أيضا. اي نعم. ففي عنا ايش لها أشياء مشان الجمعة مشان العيدين. سوى الخطبة فتصح بدونها مع الإساءة. يعني شي يوم إذا كان خطيب العيد عنا اي نعم صلى فينا ركعتين العيد، وأول ما يطلع على المنبر طلع من الباب قال يلا كل واحد على بيته. امروا على بيتنا. شو يعني؟ ما هو 3/4 الجامعة رايح على التربية بدون ما يسمع الخطبة. فأجت لحالة يعني عنده، قالوا له اي نعم حمل حاله طلع. ما كل واحد موقف ابنه برا ومعه جرزة قاس. بعرف بياع قاس تحت سوق الجمعة نفقوا القاس على بكير، طلع هو واخواته واولاد عمه على التراب وسرقوا القاس من على التراب من القبور ونزلوا رتبعوهم ثاني مرة. فخطبة الجمعة خطبة العيد بالصح نعم الصلاة بدون الخطبة، لكن مع الإساءة، فيها إساءة. نعم. كما لو قدمت الخطبة على الصلاة. يعني أظن فيما أظن يمكن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى طلع على المنبر قبل ما يصلي العيد، فكمشوا من عبايته أحد نعم التابعين أو الصحابة. نعم قال له الصلاة أول، فقام قال له إنه نعم، قال له ضربوا على إيده قال له إنها سنة. طلع خطب العيد. ما فينا الناس تروح بعد الخطبة بدها تحضر الصلاة. بعدين نزل صلى. حكيت لكم يعني هلا يعني خطيب الجمعة وخطيب العيدين دست مفصل حط حكمة. يعني خطبة العيد اللي أنا عندي لما كنت أخطب العيد والجمعة كانت خطبة العيد 4 دقائق. يعني قل لهم للناس أول ما أطلع على المنبر إخواننا وقفوا لحدا يروح. خطبة العيد 4 دقائق يعدوا العالم هنا. فبدك تكون مو 4 دقائق يعني حكي ما له طعمة. 4 دقائق. اي نعم. يعني كل عام وأنتم بخير. أي خير؟ يخرب بيتك أي خير؟ مات أولادنا وراحت بيوتنا وراحت أرزاقنا وجاي تقول لي كل عام وأنتم بخير؟ اللي تقبل الله طاعتك ممكن، أما تجي تعايد عليه كل عام وأنتم بخير. أنت كبنا نكبات ما بعد نكبات، شو تقول لي بقى كل عام وأنتم بخير؟ فالخطيب بده يكون عنده حكمة، بده يكون عنده فهم. اي نعم. يعني الناس سبحان الله اللي قاعدة تحت، أحيانا في ناس قاعدة تحت أفقه من الخطيب اللي على المنبر. اي نعم. وإنما هلا هذاك طلع خطب الجمعة، بجوز هذا ما عنده مجال اي نعم يخطب، بجوز ما عنده وقت، بجوز اي نعم أشغاله اي نعم وقفته، بجوز مسافر اجى على بلده يحضر صلاة العيد بس ويعايد على أهله ويرجع. مرة كنا بمكة المكرمة فقلنا لهم للشباب اللي عنا اي نعم بقى نحن بدنا نحضر صلاة اي نعم ليلة القدر ونسافر نجي على سوريا. قام الرجل قال اي نعم والله المدينة كنا. فقال الرجل صاحب السكن البناية قال لي شيخ لا تروحوا، يعني مي عنا بقى المي ببلادهم غير مي بلادنا. لا عنا بتفتح الحنفية بتجي المي، هنيك عندهم المي خزانات، ما في هيك اي نعم حنفيات من برا وكذا ما في. فقال لي الخزانات ملانة مي. اي نعم. وهلا خلص يعني بعد كم يوم بيبدأ الحج. يعني الحج امتى بيبدأ؟ من شوال، وعلى شوال ما حدا بيجي على الحج، ناس بتجي بذي القعدة بنص ذي القعدة ممكن تطلع. فقال لي ما في هلا حدا، خليكم قاعدين ببلاش، تعدوا 3 أيام يعني زيادة، بتصلوا صلاة العيد وبتحضروا ليلة ختم القرآن. اي نعم. قلنا له والله فكرة الله يجزيك الخير. جينا على المعتمرين اللي معنا يا شباب، قلنا لهم اي نعم
شو رأيكم نصلي صلاة العيد؟ فزوا فزة رجل وأنكم نسوان ورجال موجهين عليك، الله تاخذنا على سوريا. لك شو غير بسوريا؟ رح تروح لتلاقي باب بيتك هذا هو، والدرجات هنين ذاتهم، وبجوز ما حسوا بروحتنا. يعني 15 يوم بجوز ما حدا حس فيها. يعني احيانا برجع بقول له الرجل والله كنت بالعمره، انت رحت على العمره؟ من يومين شفتك، لك صار لها 15 يوم انا رايح، والله ما حسينا فيك انه رحت. ما بيحس. اما المعتمر او الحج هنيك الوقت فيه بركه. 15 يوم كانوا 15 اسبوع او 15 شهر، ما بيمضى نهار ابدا. تلاقي عباده رايح جاي، نعم، فايت على السوق، فايت على الحرم، قيام الليل، صلاه، ما بينتهى ايش الوقت. اما بس بدهم يرجعوا، يلا روحوا ارجعوا. نعم. وندب في الفطر شو القطر؟ 13 شيئا. أن يأكل صلاة عيد الصغير لما في نعم قبل الفجر، أول شيء بناكل. وأن يكون المأكول تمرا ووترا، 99 تمرة، 155 تمرة. نعم. والتمر يعني خصة إذا في معه نعم طحينة بيجي طيب يعني. أما هيك تمر لحاله يعني، أو سمن عربي. نعم. شبابنا ما عاد مو خرج السمن العربي. نعم. أما نحن اللي أكلنا سمن عربي نعم ربينا عليه، فالسمن العربي طيب. نعم. قال ليش مو خرج؟ بياكل من هون. نعم. تلاقي نعم بيتعتر من هون. ويغتسل. كل مكان في اجتماع المسلمين يندب للإنسان أنه يغتسل، فبتغتسل وبتنزل على الجامع. أصلا هي صلاة العيد مو بالجوامع، صلاة العيد بالساحات الكبيرة. نعم. في المصلى. أما اليوم كلياتنا وين بنصلي الأعياد؟ بالجوامع. نعم. إلا مكة والمدينة والأقصى بيصلوا فيهم العيد وكل شيء. وين بيصلوا؟ حتى صلاة الاستسقاء بهذيك البلاد بيصلوها بالحرم. أما نحن صلاة الاستسقاء لما نصلي الاستسقاء لازم نطلع برات العمران. بس الناس وين بيصلوها؟ بالجامع. وكلمتين يعني، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، آمين. لا ردينا مظالم ولا ترجينا الله سبحانه وتعالى كما يجب. كلمتين نزلت بخبخ المطر بس هيك. نعم. يعني يا دوب علمت على الأرض. فيمكن هلأ تأخرت المطر بحسنة مين الله سبحانه وتعالى سقانا، الله أعلم. يغتسل ويستاك. نعم. كان لازم أوزع عليكم أنا نعم أوراق مشان في فضائل السواك. السواك فضائله عجيبة. السواك نعم سبحان الله. أول وحدة بيساعدك على النطق بالشهادتين عند النزع، من إنسان يكون عما ينازع عم تطلع روح. بعدين لك الثواب من لم يستك في يومه، اللي ما بيستعمل السواك. نعم. فلذلك أنت إلك ثواب لأنك استعملت السواك، إحياء سنة. هلا فرشاية الأسنان وهدول تبع أسنان، هذا الدواء تبعه، هذا المعجون تبعه يقوم مقام السواك. لأنه شو المقصود من السواك؟ تنظيف الأسنان. نعم. وريحة التم، تعطي ريحة تم حلوة. فالسواك اللي بدنا نستعمله نحن سواك أخضر، مو السواك اليابس هذا. نعم. قلم رصاص. نعم. يعني إذا في عندك آلة بتنزل فيه نعم كبسولة بتكتب فيه، لأنه هذا مو سواك، هذا خشبي نحطه هيك بقلب الكاسة على ما ننقعه 24 ساعة، بعدين بتطالعه، بعدين بتصير تضربه بشغلة، بعدين بتعصره هيك بالبينسة مشان تلاقي يفرشوا هدول الأسنان تبعاته وبتستعمله على قلة طعمه. نعم. ويغتسل ويستاك ويتطيب. كمان بيحط عطر، مو عطر مشايخي. اجا واحد من يومين عطرني عطر مشايخي، يا إلهي ما أمتن عن إيدي ولا مسحتهم، صرت صافح الناس اللي نعم عم يصافحوني مشان تطلع نعم بإيديهم هنين. هذا مو عطر مشايخي، هذا خلاصة البول. هذا الأسود اللي بيحطوه على الإيدين وعلى الأواعي ريحته بتقرف هذا. نعم. يعني العطر اللي بيتعطروا فيه الناس، يلي إذا مريت من جنبه هيك بشم ريحة العطر بينتعش قلبه فيه. العطر الحلو اللي ريحته حلوة. هلا احنا العطر اللي متعطر فيه ما بيطول ربع ساعة ثلث ساعة بيروح الريحة تبعه. ليش؟ لأنه عطر رخيص. نعم. العطر الغالي هذاك اللي بيتم. نعم.
فبتلاقي عنا كل واحد 50 قنينة على قلة طعمتهم، بترش هيك بتبخ. نعم، انت عم تبخ ريحة حلوة ماشي حالها، تصل على الجامع كأنك كاتت على حالك مي، ما في شيء. فيتطيب. عطر الرجال رائحة ولا لون، عطر النساء لون ولا رائحة. بس هلأ مكياج النسوان له ريحة، مكياج النسوان له ريحة. ممكن حكيت لكم مرة عم نصلي كنا قيام الليل مواجه الكعبة الشريفة، نعم، قبل أذان الصبح بساعة، وراي صف رجال وراه النساء، وشو خاشعين، عم نصلي صلاة التسابيح كنا يعني، والكعبة تحت أمامنا مواجهنا، والناس عم يطوفوا حواليها، لك شو هدوء شو خشوع. اجوا 3 نسوان وقفوا بيننا وبين الكعبة، وريحة المكياج تبعهم بقى فايحة فروحة غير شكل، وشمينا ريحة المكياج تبعهم نحن. بعلمي كنا مواجه الكعبة وخاشعين، وطار الخشوع وطارت الدنيا، ورجعونا على سوريا، تذكرنا نسواننا بسوريا، وما عدنا بقى لا خشعنا ولا شيء. الله لا يوفقون إلهي. نعم. شو اللي يخليك؟ أنا أول حجة حجيتها بال96، شفت نساء دول شرق آسيا أول يوم العيد حاطين مكياج وقاعدين بالحرم. أنا استغربت، لك شو ها؟ لك لا 1000 ولا 2000 ولا 10، وكلياتهم مكياج. نال الشباب معنا شو القصة؟ قالوا لي هي رايحة على الحج، هي المهر تبعها الحجة. فهلأ بعد ما طافوا طواف الإفاضة تحللوا نعم من النساء، صار بإمكان الرجل ينام هو وزوجته، فلذلك تمكيجوا مشان ترجع من الكعبة مباشرة، ترجع هي وزوجها على الفندق. نعم. فهدول تاري النقد تبعهم الحجة. نعم. نحن عنا وين النقد تبعنا؟ النقد تبعنا مرة واحد قال لي انه تزوج على مصحف. انت قد هالمهر هذا، شو المصحف؟ مو المهم الأوراق الموجودة والكلمات الآيات القرآنية، مهم التطبيق والعمل بموجبه ومعاملة الزوجة. هلأ الزوجة نعم يعني مهرها راح، نعم، ولبس البدن انهرى راح مشي حاله، وصفت بقى بينها وبينه، صفت دين بينها وبينه، المودة والرحمة. نعم. ويلبس أحسن ثيابه، تجي على صلاة العيد وانت ايش لابس أواعي حلوة. نعم. تلبس زي إسلامي مثلا، بتنقي جلابية تكون مغسولة مكوية. نعم. مو الزهد انه يلبس الإنسان أواعي وسخة أو أواعي مالها مكوية، تلاقي مثل حكاية ايش الأكرديون هيك، نعم، كلها مكسرة تكسير، الجلابية جاي فيها على الصلاة. لا، بده يكون لابس أواعي حلوة. نعم. هلا إذا كان بدك تبعت واحد لحاجة، انتقي وجوه الصباحة. بدك تبعت تطلب من حدا طلب، تبعت واحد يكون ايش وجهه ايش سبحان الله مقبول، وجهه حلو. نعم. فبمجرد ما فات وطلب يعني طلبه بيبقى مقبول. تبعت واحد وشه غضبه، نعم، ما راح يقول له ايه. فبيلبس الانسان احسن ثيابه، ويؤدي صدقة الفطر اذا كان ما دفعها قبل ما يصلوا صلاة العيد، هو رايح على الجامع بيدفع صدقة الفطر. يا أخي صدقة الفطر بصح تدفعها من أول يوم برمضان معك طول شهر رمضان. فيوم بدك تدفع صدقة الفطر تدفعها نعم لعائلة وحدة، مثلا عنك وعن أولادك وعن كذا. نعم، تدفعها لعائلة وحدة، خلي يشتروا فيها شغلة. شو عاد تشتري يعني؟ هلا الناس عم يقولوا لنا مثلا 500,000 500,000 مليون ليرة. طيب شو بيجيب المليون ليرة؟ ما بيجيب شيء، بس تعال اجمع مليون ليرة ما بيجتمع معنا. اشتغل رح يصير معك مليون ليرة؟ اما لا يصير معنا مليون ليرة، ومع ذلك المليون ما بيجيب شيء. بتروح تلاقي العروس بدها بتجيب نعم تفصيلة العرس حقها 200,000، وتبع الشعر بدهم ياخذوا كمان 75,000، يا لطيف كلها أرقام نعم فلكية. فتؤدي صدقة الفطر. إذا أطعمت فأشبع، فأعطي إيش الفقراء إن وجبت عليه. أنا شفتهم بحرم مكة، شفت رجل نعم ماسك بإيده دستة ريالات. نعم، لأنه هنيك ما بياخذوا لا سوري ولا دولار ولا شيء، بياخذوا ريالات، فمعه دستة هيك كلها 10 ريال. نعم، بيوقف بقى بفت له العالم. نعم، وعنده شحادين مثل عنا يعني مدربين ومزبطين حالهم وكذا، فبتلاقي على باب الحرام قاعدين وبيقولوا أناشيد بابا صدقة بابا. نعم،
انت مارق، فبدك تعطيهم هن قاعدين. يوم تجي السياره تبع البلديه بتلاقي المكرسح رقد والاعمى صار يشوف رقد. اي نعم. مثل عنا هون لما بيجوا هدول تبع مكافحه التسول، فبتلاقي الشحادين اي نعم لعلمك كان مو حسنان يمشي، صار من العدائين اللي ما بقى حدا يلحقه. اي نعم، بيقفز فوق الحواجز وما حدا بيجيبه. بالاول كان عم يموت. مره كنت صغير انا قد ابن بنتي هون، فسبحان الله اي نعم. لك وين راح ابن بنتي؟ كنت نحن سكننا بجامع الحنابلة تحت، جنب جامع الحنابلة بيتنا هنيك. وقت جاي واحد رجل كبير في السن ماشي ما في شيء، اول ما وصل لنص الحاره تبع الحنابلة حنى ظهره هيك ومشي مشية واحد ميت. انا صغير بقى، كل ما اجى زين بده يعطيه عمو لا تعطيه كذاب، هذا كان ماشي ما في شيء، هلا عمل حاله عم يموت. كان لك روح من هون، اللي لك روح ولا مالي رايح. اي نعم، سرسري نصاب محتاج، كل ما لا تعطيه وراح بعدين راح له جامع غير جامع. اي نعم. ان وجبت عليه، اذا ما كان دفع لسه صدقه فطر يدفعها وجاي على الجامع. اي نعم. ويظهر الفرح والبشاشه، كمان بده يكون يبتسم بوجه الناس. يعني سبحان الله بتلاقي الناس هلا بصلاه الجمعه وبصلاه العيدين احيانا اخوه ما بيحكوا مع بعضهم، فبتلاقي كل واحد قاعد داير، هذا داير وجهه هون، هذا داير وجهه هون، ما بيحاكوا بعضهم، او جيران ما بيحاكوا بعضهم. اي نعم. فبتلاقي كل واحد داير وجهه للجنب. اظهار الفرح والبشاشه. وكثره الصدقه حسب طاقته. كمان اي نعم الانسان بده يتصدق، يعني هي بس زكاه الشغله؟ شو الزكاه يعني؟ هلا صدقه فطر تتراوح بين اي نعم نصف صاع من بر، يلي هي اي نعم 600 ليره، انه كيلو القمح 300، ما هيك شيخي؟ وينه ابو احمد؟ 300 ليره كيلو القمح، كيلين 600 ليره. يعني الفقير اليوم اذا بده يدفع بيدفع 600 ليره. نصف صاع من بر او صاع من تمر، 4 كيلو تمر. كيلو التمر قديش حقه اليوم؟ اذا 1000 معناتها اي نعم قديش بيطلع معناتها؟ إذا حسبه ب1000 اي نعم 4 كيلو 4000. فليش هذا يدفع 600 بيدفع 4000؟ هي مطمورة، رح تصمدها أنت، رح تفتحها يوم القيامة، رح تأخذ الشيء اللي دفعته. فالفقير إذا ما قدرته يدفع 4000 بده يدفع 600، بده يدفع. أما إذا زلمة ما معه، يعني بيته بالكري وميته شري، يا دوب على قد اللي رايح ما عم يكفيه، واسمه معاش لأنه ما عاش، من أول الشهر بتلاقيه خلص. اي نعم. ومعاش المشايخ هلا بيعطونا 25,000 ليرة بالشهر، فدول 25,000 ليرة يعني بيعدوا لهم 4 أيام 5 أيام وبعدين بيخلصوا. فلذلك لازم المشايخ كل شيخ لازم يكون له مصلحة يعيش منها. يوم بدك تطلع شيخ تدرس وتكون إمام وخطيب وكذا، بده يكون لك مصلحة تعيش منها، مشان ما تضطر تمد إيدك لحدا مشان يشحدوك، لأنه اليد العليا خير من اليد السفلى. وما فيك تنصح حدا إذا كانت إيش إيدك من تحت. يعني أنا كنت أخطب بالقرى، القرى ما بيعطوا ميراث للبنات، كنت على المنبر أهلكن. نعم. روى الترمذي بإسناد حسن، نسيت الراوي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فر بميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة. ما لك جنة عند الله سبحانه وتعالى لأنك ما عم تعطي الميراث. ما يكونوا عم يعطوني معاشي، تعال شيخ تعال زكاتك جمعة جاي لا تجي، بس ما باخذ معاش من حدا، زيك ما بتفرق معي، بخطب على كيفي، ما له الشغل معي. نعم. فهون نعم كثرة الصدقة حسب طاقته. إذا الله سبحانه وتعالى مأكرمك وعاطيك كمان يعطي لي ما معه. عندك سيارة أنت طالع شفت واحد ماشي حطه جنب منك. نعم. عندك بقرة عم تطالع حليب مثلا، أعطيها ايش الأرامل الأيتام كذا يلي بيستحقوا، لأن في أرامل بتبقى كل الصدقات مصبوبة عندهم. مرة كنت في قرية من القرى، اجت امرأة أعطتني شقفة ورقة، أخذتها ولا من مختار ضيعتهم. مختار ضيعتهم رفيقي، أنا كنت خطيب جمعة عندهم. اي والله كاتب لها المختار انه هي امرأة فقيرة وكذا. قلت لها عمو لا تشحدي من حدا، القرية تبعك أنا كنت خطيب جمعة فيها، والقرى إذا بيحبوا من قلبهم، إذا حبوا الشيخ خلص تلاقي، وإذا بغضوا الشيخ ما بيحبوه لو كان شو ما كان. من فضل الله سبحانه وتعالى كل القرى اللي مريت عليها لهلا بيلوزوا فيني،
فقلنا له عمو خلص عندي أنت نعمل لك راتب شهري منيح؟ قال منيح. قلنا له من أي حمولة أنت؟ إجت على البيت اللي عم تغدى فيه. من أي حمولة أنت؟ قال من الحمولة الفلانية. كمشت التليفون دقيت نعم لإمام الجامع. إمام الجامع خريج عندي كان نعم ودرس عندي سنوات طويلة. مرحبا شيخ. قال لي أهلين. قلنا له شيخ فلاني. قال لي شبهها؟ قلنا له عم تشحد من الضيعة الفلانية. قال لي هي كانت بيوم من الأيام عم تربي أيتام. الأيتام كبروا صاروا زلم عم يشتغلوا بالخليج صار يبعثوا لها بقى مصاري هيك بس السوسة بقى الشحادة ما عاد حسنت تبطلها تمت تشحد. اي نعم. قلنا له معناتها؟ قلنا له عمي والله ما مشي الحال معك. مين قال لك؟ قلت له الله لا يوفقه. قالت لي نعم قطع برزقتي يقطع راسك. قلنا له اي نعم. فكسرة الصدقة إذا إنسان الله سبحانه وتعالى وسع عليه وسع. والتبكر وهو سرعة الانتباه في على بكير. في ناس بعثوا لي ما بيحسنوا يفيقوا على صلاة الصبح. والله شيخ ما فينا نفيق على صلاة الصبح. طبعا ما فيك تفيق إذا بتنام ب 12 وحدة نعم وضارب بطن قبل ما تنام ليه بدك تفيق؟ بينما إذا نمت على بكير ومالك متعشي تلاقي عيونك لحالها طاق طاق فتحي. حاول تنام ما فيك تنام نعم. بتفيق قبل الفجر كمان ومعك مجال تتوضا وتصلي كم ركعة قبل الفجر نعم. فلذلك التبكر هو سرعة الانتباه. والابتكار نعم سرعة الذهاب إلى المصلى. يعني مو أنا رايح على المصلى كل ما لقيت واحد واقف معه شلونك شاء الله مبسوط لك ما عاد شفناك يا زلمة وينك أنت وين أيامك وين؟ لك روح على الجامع لك روح على المصلى نعم. وصلاة الصبح في مسجد حيه بتصلي الصبح بجامع الحي طبعا. لكن المصلى العيد وين؟ أصلا ما يقام في المساجد. كان في نعم مصلى العيد كان في ناس يصلوا هون بالشام بآخر خط المهاجرين يمدوا حصر وياخذوا معهم علب حلو كذا والناس تصلي ويوزعوا حلو ويصلوا هنيك نعم. ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا. أنا خطيب جمعة بالقرى كان بيني وبين القرية 100 كيلومتر بدي أروح ماشي ما بوصي بدي أروح قبل 3 أيام مشان نعم إني وصي. يتوجه إلى المصلى ماشيا. اليوم كل حارة تقريبا فيها جامع يعني خاصة الشام بلاد المساجد ما بعد بلاد 1000 مئذنة مدري 500 مئذنة بيسموها إلا تسمية يعني الشام ما بتفوت حارة إلا بتلاقي جامع وبين الجامع والجامع ما في مسافة. فبتروح نعم المصلى اليوم عم نصلي بالجامع تروح على الجامع ماشيا مكبرا سرا أنت ماشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يمكن تروح على العمرة والحج الناس صارت تستحي تكبر بالشوارع فبتلاقي الفوج ماشي بالشارع نعم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك كله الفوج. بينما أنا بمشي مع الفوج تبعي حاملين الراية تبعنا فوج الفتح الرباني معي 200 حجي بأفهم مني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الناس عم يرددوا وراي لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. تطلع الناس من الدكاكين بيطلعوا من الفنادق بيطلعوا راسهم من الشبابيك. شوفي رجع عصر الصحابة نعم. طيب ما ليش لا تخجل بدينك؟ ما في شيء يخلينا نخجل. فمنلبي نحن وانا رايح على المصلى العيد كمان بكبر نعم الله نعم لبيك اللهم لبيك نعم صوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنا ماشي عادي. ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية وفي رواية إذا افتتح الصلاة معناتها فوت على الجامع وبقعد نعم والناس عم تكبر صير بكبر معهم. فبتلاقي بالجامع قاسمينهم قسمين مشان ما ينبحوا ناس نعم هدول بيكبروا هدول بيريحوا هدول بيكبروا هدول بيريحوا ميكروفون هون ميكروفون هون طالع نعم لبرا وبيتموا ايش الناس بتكبر. ويرجع من طريق آخر لأنه بالطرقات في نعم ملائكة عم توزع الشهادات. إذا الله سبحانه وتعالى قبل صيامنا فبيعطوك شهادة إنه نعم أنت صيامك مقبول وبدها تسلم عليك الملائكة. فبتجي من طريق وبتروح من طريق نعم. ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت. هلأ بصلاة العيد لما بتجي في ناس بيصلوا ركعتين تحية المسجد لا ما في ركعتين تحية مسجد. تفوت من برا مباشرة بتقعد وتكبر معهم.
أما لا، إذا شفت زلمة وقف أصلي الله لا تقول له لا تصلي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نعم. أما مثلا بالدرس لم نذكر أنه ما في صلاة. نعم. أما إذا فات إنسان يصلي مثل حكاية هلا مجلس علم، الأفضل إذا إنسان إجا يقعد مباشرة بمجلس علم يتعلم، ما يصلي ركعة، لأنه مجلس علم أفضل من صلاة النافلة. لكن لو لقيت رجل فات والله أكبر بدأ بالصلاة لا تقول له لا تصلي، اتركه. والبيت أيضا ما نصلي في البيت نوافل، تعال على الجامع. وبعدها في المصلى فقط، يعني إذا رحت على البيت صلي في البيت على اختيار الجمهور. يعني هلأ متى ما خلصنا صلاة العيد بدنا نسلم على بعضنا، بدنا إيش ندعي لبعضنا. فبتلاقي اللي متزاعلين مع بعضهم مشان ما يسلم على الثاني مباشرة بياخذ زاوية ببلش بيصلي، مشان ما إيش، لأنه بده يصافحوا بعضهم بيعملوا دويرة. نعم. وبيسلموا على بعضهم العالم مشان ما يسلم على الناس هو. نعم. فمرة سنة من السنين كل البلد اللي صليت فيها كلهم باسوني وشواربهم نعم مثل السنقات، كل واحد يا إلهي الشك هون صار ودول يجعلك مشان الله. تبوسيني من العباية، يعني خلي العباية تنهرى من هون، بس لا تبوسني من خدي. أصلا بوس رجال لرجال في مخالفة شرعية، بوس النسوان للنسوان فيها مخالفة شرعية. لا النسوان ما عاد باسوا بعضهم مشان ما ينتزع المكياج، على الهواء يبوسوا بعضهم هي والشهونة. نعم. يعني هلا ما عاد باسوا بعضهم، ما عاد في مخالفة يعني. أما بتلاقي حتى الزلم يوم بتقابل بعض ما بيبوسوا بعضهم، وهذا لم يرد. نعم. يعني سألوا الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل أحدنا الآخر، قال لا. أفيلتزمه إذا جاي من سفر؟ نعم. إذا كان جاي من بعيد بيعانقوا هيك معانقة، أما بوس يبوسوا ما ورد. مرة أجا واحد يبوس سيدنا الشيخ محمود بعيون الرنكوسي، اجى يبوسه وقام دفشه، رجعوا لورا، قال له روح بوس مرتك. هنا بدك قبل عيالك، شو جاي تقبلني هنا. نعم. ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها، في معنى لوقت الزوال. اليوم الناس بيصلوا صلاة العيد نعم بعد 40 دقيقة من طلوع الشمس، وعلى الليبرة على الثانية بيطلعوا هنا. إذا لسه في ناس عم يكبروا الله أكبر الله أكبر، صار الوقت أحم أحم، لك شو عم نضرب صاروخ نحن، خليه يكمل التكبير تبعه وبعدين بنفز بنصلي. لا صار الوقت، حكم الوقت، حكم شيخ حكم. نعم. وفي ناس بقى بيفزوا بيقولوا هيك ترتيل، يعني نعم في هذه الصبيحة الرائعة الصلاة جامعة، مدري شو بيجيب لنا فيها. نعم. مرة الشيخ حسان هندي على المنبر الله يذكره بالخير عم يخطب الجمعة، فبين الخطبتين قعد أنفز واحد تاري منشد صوته حلو، اللهم وفق عبادك الصالحين يا رب. الشيخ حسان اسكت اسكت، صار يضرب المنبر اسكت، يا شو كفرنا؟ يا أخي ما كفرت، بس هون ما في مجال. يعني البدع هي إذا تراكمت فوق بعضها نطلع براتها، بعد تصير براتها ما عندنا فيها. نعم. يعني هلا الصناديق الحمد لله بلشت تخف ببلادنا في صلاة الجمعة، يعني ما عاد في ناس ايش تجيب الاشياء، لأنه الناس عم تصلي وانت ببلش ينام إن الله وملائكته يصلون على النبي، بلش بعد الصلاة شو الله سوى شيء صلى فبلش الناس يعني توعى. أنا وعيد الجوامع كان في لغمة صفراء هيك فوق المحراب، بيجوا 7 8 ختايا لابسين قشر فرغي والعميل والساقو لابس السلو على راسه بيجوا يصلوا. هلا جوامعنا كليات تلاقي مليونات ودينار، معظمنا شباب، مجالس علم ودروس. جوامعنا القديمه تحت بالصالحيه ما كنا نشوف الدروس ولا ايش، مثلا جامع ابو نور كان في درس، الشيخ حدين كان في درس، اما بقيه الجوامع ما فيها شيء، ما غير الصلوات اللي عم تلاقي والختام. تغيرت الدنيا، الناس فهمت، الناس وعيت، الناس تثقفت. وهي الجوالات على الدار يوم الجمعة، تلاقي الجوالات من كل زاوية بالجوال الله أكبر الله أكبر. قول من هون ينعم جوال في مثلا ينعم 20 30 جوال، وين الجوال بيزعج؟ بيزعج الجوال لما يكون بالحرم خاشع مبسوط.
مرة كنت عم صلي إمام بجامع مقام في جامع مقام الرباعي، ولا واحد حاط الدقة المغرشي، دقة 6 بدي شو الدقة، اي نعم هيك عود ودربكي يعني، وأنا بالمحراب سمعت هالدقة. طيب الزلمة يا أخي احتار، يا هل ترى يطفي الموبايل، يحط إيده بجيبته، ما يحط إيده بجيبته، شو بده يعمل؟ إيه، وأنا ما بدي أزعجه يعني، خلص صلاة وهو غلطان يعني. قلنا له ما شاء الله شو الدقة منغرشة، قلنا له والله طريقة صريت له يعني شوي تاني رح أهزنا. أي نعم. إيه، فأحيانا بتلاقي مثلا بكون بالحرم ما بتلاقي طلعت كوكب الشر أم كلثوم، اي نعم أنت عمري، ونحن عم نصلي، يخرب بيتك يقطع عمرك، بقول له بقلبي هلا وقتك انت. معظم الموبايلات اللي بالحرم تحكي شي بغني وشي بيأذن وشي بيقرأ قرآن وشي، ما بتعود مع الله انت. هي غير بقى ايش بقى المكالمات وما المكالمات، ولا تعيب تبتلى. مرة كنت اي نعم عم صلي، ما أنا بحط رنة عادية مثل رنة اي نعم جرس التليفون العادي الأرضي، إيه بس تزعج كمان. اي نعم، وأنا بس نسيت إني سكره، يمكن هلا نسيان سكره، وبلش بقى اي نعم تلاقي يرن ويرن ويرن ويرن. اي نعم، شوشنا الإمام وشوشت أنا وشوشوا اللي حوالي. نعم. وكيفية صلاتك، كيفية صلاة العيدين، قوم انت قوم انت هون مشان تطلع صوركم. اي نعم بالكاميرا، قربوا لقدام، وجه لي الكاميرا عليهم بالله. هلا ذاك الشاب كل واحد لحاله، ذاك الشاب شافعي، هذا الشاب حنفي. ليش في خلاف بالصلاة. اي نعم، عند الإمام أبو حنيفة كيفية صلاته اي نعم ذكر عبد الله بن مسعود وسيدنا عمر ومسعود الأنصاري. اي نعم كثير من الأئمة ذكروا اي نعم كيفية الصلاة عند الإمام أبي حنيفة. احنا ما بنعرف صلاة العيد في المذهب الحنفي إلا لما يكون الإمام حنفي ومتمسك بالمذهب وعم يدرس بالجامع. ممكن الناس تصلي على مذهب أبو حنيفة صلاة العيد، نحن كلياتنا بنصلي على مذهب الإمام الشافعي، رغم أنا حنفي المذهب، لكن بصلي على مذهب الإمام الشافعي في صلاة العيدين مشان ما نشوش الناس. فهلا الشاب هنيك على مذهب الإمام الشافعي. كيف بيصلوا مذهب الإمام الشافعي صلاة العيدين؟ عنده أول ركعة 7 تكبيرات والثانية 5. بيبدأ الله أكبر، هي نعم هي التكبيرة تكبيرة الإحرام، ما لها علاقة بال7 تكبيرات. فبيقرأ دعاء الثناء سبحانك اللهم بحمدك أو وجهت وجهي بالنسبة للمذهب الشافعي. متى ما خلص منها الله أكبر، بتكبر الناس وراء الله أكبر، بيناتهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر، 7 تكبيرات. بعدين بقى بيبدأ بقراءة الفاتحة والسورة. هلا اي نعم التكبيرة الثانية، هلا بالركعة الثانية، هو الركعة الثانية اي نعم كان راكع كان ساجد، اي نعم سجود، اي نعم هي السجدة الثانية الله أكبر، فز لفوق. هلا بيبدأ بقى بتكبيرات العيدين، الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. كمان اي نعم التسبيحات الله أكبر. عنده 5 تكبيرات بالركعة الثانية. اي نعم، بعد منها بيبدأ بفاتحة وسورة، بعدين بقى بيركع وبيصلي. اي نعم. في شيء ما فهمت شيء؟ ما فهمت كيفية صلاة العيدين؟ نعيدها يعني؟ طيب هلا الشاب شافعي المذهب بدأ الله أكبر بالصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، كفاها هي على الأخير. هلا بقى الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. 7 تكبيرات، كل تكبيرة فيها رفع يدين. خلص منهم بيبدأ بقى بيقرأ إيش؟ بيقرأ فاتحة وسورة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بيقرأ الفاتحة، قرأ سورة، الله أكبر ركع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر سجد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لفوق. هلا بس فز لفوق الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.
عنده 5 تكبيرات. هي تكبيرات الزوائد عند الإمام الشافعي بهالشكل 7 ب5. هلا خلص. أما جينا المذهب الحنفي، هنيك شو عمل؟ تكبيرات بعدين القراءة بالركعة الأولى، تكبيرات بعدين القراءة بالركعة الثانية. في المذهب الحنفي الله أكبر. نعم. فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. 3 تكبيرات. بعدين بيبدأ بيقرأ فاتحة وسورة. قرأ فاتحة وسورة، ندب أن تكون إيش؟ سبح اسم ربك الأعلى. ركع الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سجد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر لفوق. طلع. هلا شو بيساوي؟ بيفتتح الركعة بالقراءة مو بالتكبيرات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قرأ فاتحة وسورة نديب أن تكون الغاشية. بعد ما قرأ انتهى من سورة الغاشية الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. الله أكبر. كمان الله أكبر. 3 تكبيرات بعدين بيركع. فبدأ 3 تكبيرات. بدأ إيش؟ بالتكبيرات بعد منها قراءة. الركعة الثانية قراءة بعدين تكبيرات. يعني كان الصلاة أولها تكبير آخرها تكبير وبالنص قراءة. آخر الركعة الأولى قراءة، أول ركعة الثانية قراءة، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فاليوم إذا صليت خلف إمام حنفي وصلى بهالشكل هذا لا تستغرب. كبار الصحابة لهم إيش هالقول هذا، إنه كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. عدوا سيدي الله يجزيكم الخير. لا ندري، بس كل نعم في صحابي استدل فيه الإمام الشافعي، في صحابي استدل فيه الإمام أبو حنيفة. هلا عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم أمر الناس أنه يأخذوا دينهم أي نعم من ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لما راح على العراق، هو سيدنا علي راحوا على العراق، فلذلك فقه أهل العراق كلياتهم أخذوه منين؟ من سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا علي. أي نعم. أهل المدينة، عمل أهل المدينة الإمام مالك. بلاد الشام لهم فقهاء كمان، فلذلك وكل واحد استدل بفقيه نعم إمام من أئمته. أبو موسى الأشعري، سيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا حذيفة بن اليمان، المذهب الحنفي هن اللي استدلوا بكيفية صلاة المذهب الحنفي. إذن كيفية صلاتها أن ينوي صلاة العيدين ثم يكبر للتحريم ثم يقرأ الثناء ثم يكبر تكبيرات الزوائد 3 نعم برفع يديه في كل منهما. بعد ما بيكبر تكبيرات الزوائد يتعوذ ثم يسمي سرا. عند الإمام أبو حنيفة التسمية سرا بكل الصلوات، يعني الصلوات الجهرية تلاقي الإمام ما بيرفع صوته إيش بالتسمية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بينما في المذهب الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حسين صعبية الله يعافينا يا ويحفظه لما راح على جامع الحنابلة، عندنا نحن في بجامع الحنابلة يعني شافعية المذهب، فما رضوا انه يسمي سرا. هو دارس في معهد الفتح الاسلامي، فراح سأل الشيخ الرنكوسي رحمه الله تعالى، قال له سيدي ناس عملوا انه يسمي جهرا. نعم ونحن درسنا سرا. فكتب له ورقة فتوى انه اذا سميت سرا فجئت بسنة الاسرار، واذا سميت جهرا فقد جئت بسنة الجهر. يعني هي سنة وهي سنة، ما في مشكلة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة، وندب أن تكون سبح اسم ربك الأعلى، ثم يركع. فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة، وندب أن تكون الغاشية، ثم يكبر تكبيرات الزوائد 3 ويرفع يديه فيهما كما في الأولى، يعني رفع اليدين. هلا صلاة الجنازة عند الإمام الشافعي بيرفع يديه عند كل تكبيرة، عند أبو حنيفة ما بيرفع يديه، فبيكبر يديه تحت سابل يديه. سيدنا عبد الله بن عمر كان يرفع يديه. اي نعم. سيدنا عبد الله بن عمر يعني تتبع النبي عليه الصلاة والسلام تتبع عجيب،
ودليل أبو حنيفة مو قليل يعني سلسلة الذهب عند أبو حنيفة من أقوى السلاسل اللي إيش بقى عن فلان عن فلان عن فلان، بعدين بينتهي لعبد الله بن مسعود. يعني سلسلة الذهب هون وهون قوية. طيب شو بدي يساوي أنا؟ هلا مثلا ما أكون بالحرم كل صلاة في صلاة جنازة، كل صلاة يا بيصلوا على 5 6 يا أما على 2 يا أما على طول في صلاة جنازة بالحرم. نعم سبحان الله. يعني ببدأ بالصلاة، أحيانا برفع إيدي أثناء الكبيرات إيش صلاة جنازة، أحيانا ما برفع إيدي. هاي سنة وهي سنة، بس بدك تراعي بقى إيش إنه صلاة جنازة. بكرة بتجي معنا وبدنا نجيب أكفان هون على الجامع ونغسل واحد من الشباب. مين بدنا نغسل؟ ليش بقى اشتهيت له إياها له؟ وبدنا نكفنه نعم ونحمله، وكيفية حمل الجنازة وكيفية صلاة الجنازة. وبيعود أي موتة بتصير. لا أنا لما بصير موتات هون يعني أحيانا ما بينادوا الأستاذ مسعود، الله يجزيه خير الأستاذ مسعود، بينادوا لي أحيانا، فبروح بغسل الميت نعم وبكفنه ومنراعي فيه السنة. فإذا صار بنقول له الأستاذ مسعود إذا جاك ميت لا تغسله، بدنا الطلاب اللي درسناهم عملي هن يقوموا بالتغسيل والتكفين. نعم يعني لأنه لا إذا مات أبي أو مات أبوك مين الأولى أنه يكفنه يغسله ويكفنه ويصلي عليه؟ ابنه. لك عند الإمام أبو حنيفة لا، إمام الحي أولى. ليش؟ طول عمرك رضيانه إمامك، هلا لما متت ما عدك يا إمامك. الإمام الشافعي لا، ولي الميت أولى بالصلاة عليه من إمام الحي. ليش؟ لأنه بيدعي من قلبه. هلا أنا صرت مصلي يمكن إمام على صلاة جنازة ما بعرف يمكن شي 500 زلمة 1000 زلمة والله ما عديتهم، لكن لما بصلي يعني بيني وبينك مثلا اللهم أكرمه عافه اعفو عنه وسع مدخله اجعل ما خرج لي خير، محفوظات يعني. بينما لما مات أبي يا لطيف نعم ادعي من قلبي وأنا عم أبكي واترجى الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه. من هالباب هذا أنه ولي الميت أولى بالصلاة عليه من إمام الحي، بيدعي من قلبه. نعم ولي الميت بيدعي من قلبه. نعم. فإذا كان نعم وصلنا إن شاء الله على البحث هذا بنجيب أكفان وبنغسل الميت قد ايه صفى وقت؟